اهلا بيكم ورجعت لكم تاني. السلام عليكم. اولا طبعا رجعت لكم تاني في تجربه 3 منتجات غريبه وجديده داخل مصر، يا غريبه يا جديده. وكما وعدتكم في مره بنرد على التعليقات ومره ما بنردش على التعليقات، والمره اللي فاتت ما ردتش على التعليقات، فالمره دي في 3 تعليقات من اللي انتوا بعتوها لي، يعني مجنناني، هيجيب لي هيجيب لي عبط، فقررت ارد على ال3 تعليقات دول. بس الاول قبل ما ابدا كده، الراجل اللي هو ده اللي هو ظهر معايا في الفيديو اللي فات هو اللي قال لي على المنتج الاول اللي هندوقه المره دي. انا كنتش اعرفه، ماشي. فنجيب المنتج الاول وندوقه ونشوف هيطلع حلو ولا ده هيودينا في داهيه. رجعنا لكم تاني. الفيديو الاول، الفيديو ايه؟ المنتج الاول اللي هو اقترحه عليا بهاء صاحبي، قال لي اكل المنتج ده. انتوا لاحظتوا اسم المنتج تاو تاو، اسمه بالعربي تاو تاو. ده قطعة واحدة. عبارة عن ايه المنتج ده؟ ده بسكوت سوفت بالكاكاو محشو بالمارشميلو، مغطى بالكاكاو محشو بالمارشميلو. ده بكام؟ ده بجنيه. شكله اللي على الرسمة حاجة يعني خرافة يعني انا المفروض هاكل البتاعة دي بجنيه. يا رب بس نفتحها تطلع حاجة حلوة. مش انا ما اعرفش اصلا ان المارشميلو ده انا ما بحبوش في الاصل، فانا خايف ده يأثر عليا، بس يا رب يطلع حلو. نفتح نجرب ندوق. فتحه سهل زي ما احنا شايفين، شكله من جوه كده اهو بالظبط. يعني زي ما انتم شايفين حته صغيره، يعني هو حلو، يعني هو على جنيه الحته دي حلوه. المفروض هو كيك ولا بسكوت مش عارف، يعني هو مسكته تحس ان هي كيكه، بس هو مكتوب ان هو بسكوت. يعني شكلا حلو. ندوق بقى. بسم الله. ايدي يمين، معلش معلش. يلا. مبدئيا مبدئيا هو ملمسه اكتر كيكه. يعني لو حضرتك احنا ضغطنا عليه كده اهو، فده مش بسكوت، ده كيكه. ده كيكه وش، لو حضراتكم ملاحظين كده دي كيكه مش بسكوت. انما بغض النظر ان ده كيكه مش بسكوت وكاتب لي هنا بسكوت، او عشان هو كاتب بسكوت سوفت فالحته اللي تحت دي بتعتبر، بس هي مش دي كيكه بس مش مشكله، مش مشكله. يعني الطعم بقى بتاعه مغطي على كل اللي هم قايلينه ده. وبص لو لاحظت تلاقي في شبه حتى. يعني انا بقالي كتير ما اكلتش حاجه مش شبهها كده. انا كنت بفتح الحاجه يا راجل الاقي صوره حاجه وجوه حاجه تانية. دي على الاقل فيها شبه ايه وشكل. الطعم بقى، طعم الشوكولاته اللي فيه حلوه مظبوطه، السكر بتاعها مظبوط، حتى المارشميلو اللي جوه، ان انا اصلا في العادي ما بحبش المارشميلو. طعمه يعني، لحظه دقيقه واحده. طعمه مش اللي هو مش عارف اقول لكم ايه. مش طعم المارشميلو العادي اللي هو انت بتجيبه كور وتاكله كده، مش طعم المارشميلو ده خالص. اللي جوه ده طعم كريمه برضه، كريمه مش مارشميلو. وده عشان كده عاجبني. انما تعالى كده نحسب اجمالي. اتقال لي بسكوت بس هو مش بسكوت. كطعم، الطعم يعني لو على الطعم انا هديله 10 من 10. طعم كيكه حلوه، حلوه قوي. يعني الشوكولاته كمان فيها حلوه ونوعها حلو، واللي جواها دي كريمه مش مارشميلو. دي المفروض كريمه مش مارشميلو. يعني لو ادوق الكريمه نفسها، ده هي مارشميلو بس طعمها زي طعم الكريمه، فدي حاجه كويسه جدا. ماشي.
فانا بالنسبه لي المنتج دوت اللي هو تيتي ده، بقالي كتير قوي ما اديتش المنتج الرقم اللي انا هقوله ده. تيتي ده ياخد معايا 9/10، وبقالي كتير قوي 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 ما منتج ما خدش معايا 9/10. منتج حلو، ولو معايا جنيه مش هجيبه تاني، هجيب منه كتير. طعمه جامد جامد. ماشي، هنخش مع بعضنا على المنتج التاني. يلا بينا. ورجعت لكم تاني. هنتكلم بقى على المنتج التاني. المنتج التاني هي المفروض شركة جديدة، وعشان شركة جديدة، هي مش جديدة قوي يعني، بس هي شركة بتاعت هي انا هتكلم كتير ليه؟ ما هي اول حاجة شركة اسمها جراند. شركة اسمها جراند. ماشي، مش عارف تشوفوها كده بالعدل ولا لا. شركة اسمها جراند. شركة جراند دي عاملة 4 أنواع شوكولاتة. ماشي، في نوع أنا كلته منها، ما يعني كلته قبل ما انزله. ماشي، وده نوع، ودول نوعين التانيين بتوعهم، كلهم شوكولاتات. ايه الاختلاف بينهم؟ معرفش. وايه الاطعام اللي بينهم؟ معرفش. فقررت اعمل السلسله دي على اكتر من فيديو. هبدا المره دي بالفيديو ده، بالمنتج ده، هنفتحه مع بعضنا ونجربه المره دي. ماشي، اذا احنا ما شايفين هو كل الانواع بتاعت جراند دي ب3 جنيه، بجنيه الواحده، بجنيه. خلاص، نفتح دي ونجرب، لان هي المختلفه عن بقيه الانواع بتاعتها. يمكن حاجه طعمها حلو. دي بجنيه ودي بجنيه، يعني دي بجنيه ودي بجنيه، والاتنين من شركه واحده. نفتح ونجرب وندوق. بسم الله. فتحها سهل، وده شكلها من جوه. والله هم تعبين نفسهم في الشكل، يعني الشكل معمول مخدوم 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 يعني. ماشي، على بجنيه وشكلها كده، يا والله حلو. نبدأ ناخد حتة وندوقها. طبعا حتى كسرها سهل، ناكل على طول. بسم الله. معلش انا اشول والله. بالنسبة للشوكولاتة دي، والله ابقى ببالغ، بس هي حلوة جدا. يعني عارفين الشوكولاتة اللي هي كابري ام جنيه السايحة، اللي كنا بنجيبها نقوم قاطعينها ونقعد نفضل نشد فيها كده؟ ليه؟ ما دي احلى، وبجنيه، طعمها جميل، ومتماسكة، ومتعوب عليها في الشكل. بقول لكم ايه، الشوكولاتات في مصر دلوقتي بقت بتنافس بعض بمنافسة غريبة. ايه اللي خلى المنافسة كده تكتر؟ لان الشركات الكبيرة المعروفة بتاعت الشوكولاتة، يعني زي ما تقولوا ايه، اقل منتج فيها غالي جدا. سواء كانت يعني هو في انواع الشركات كتير، أنا مش هقولهم واحدة 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 واحدة، لا. هو في شركات كبيرة كتيرة قوي في مصر وغالية جدا. يعني انت عايز تاكل شوكولاتة كويسة اقل حاجة 15 جنيه. فالشركات اللي بتفتح زي دي، او الشركات الصغيرة اللي هي زي دي، ماشي، بتعمل شوكولاتات طعمها حلو جدا عشان خاطر تنشر نفسها. انا شايف ان الشوكولاتة دي يعني جنيه قليل فيها. يعني هي المفروض تتباع ب2 جنيه. دي انا شايف ان دي تتباع ب2 جنيه، وهشتريها تاني. طعمها حلو جدا، طعمها قريب من اي طعم شوكولاته غاليه، مفيش فرق بينهم خالص. لو معايا فلوس هجيبها تاني. لو معايا فلوس هجيبها تاني. اديها كام؟ مش عارف. انا الفيديو دوت المنتجات عندي عماله تاخد ارقام عاليه جدا. والله عايز اديها 10/10، بس خايف اديها 10/10 تقول لي الناس انت ايه يعني بت... مش عارف اقول ايه. بنحاز ليها، بنحاز لانواع الحاجات القليله اللي بفلوسها قليله، بنحاز ليها لان لسه شركات جديده. خايف والله. بس لو قارنتها بده وبده، دي احلى. مش هينفع اديها 9. انا ديت انا هديها عن نفسي 10/10، وده رقم نادر لما اديه لحد.
شركة حلوة، رسمة حلوة، تصميم الشوكولاتة نفسه متعوب فيه، 4 حتت بجنيه، تقطع حتة تاكلها طعمها جاحد، 10 من 10، ابقى حرام لو اديت اقل من كده. نشوف مع بعضينا المنتج الجاي. المنتج اللي بعده دوت، احنا قلت لكم اصلا على السلسله اللي احنا اصلا شغالين فيها حاليا، هي سلسله جهينه. قلنا جهينه نزلت ثلاث اطعام مختلفه مره واحده، اللي هي اللي انا دقته المره اللي فاتت، مش فاكر كان بطعم ايه، هتلاقوا اللينك بتاع الفيديو في صندوق الوصف. ماشي. واللي نوهت عنه اللي هو اللي هندوقه النهارده مع بعضينا، كان اللي فات بالعنب الاحمر. اوكي. واللي هندوقه المره دي بطعم الرمان، جهينه رمان، اللي هو دوت جهينه رمان. جهينه رمان نبهت عنه في الفيديو اللي فات اللي احنا كنت بندوق فيه الاطعام، عملته اخر حاجه صورته وقلت ده اللي هندوقه، فنفتح ونجرب وندوق. بالنسبه لعصير العنب كان اخزرني بصراحه. ماشي. فندوق مع بعضينا. طبعا شكلها عادي زي احنا خلاص، الشفاطات طبيعيه يعني، كانت مختلفه دي كوبايه عشان نفتح مع بعضينا ونجرب. اول نفتحها هنصبها في الكوبايه. ده شكله بعد ما صبيناه في الكوبايه. ده المفروض عصير رمان. انا مش عارف انتوا هتاخدوا بالكم ولا لا، هو اول حاجه هو مش احمر قوي، هو شكله عامل زي مثلا ايه، عصير الطماطم. ماشي. بس افتح شويه. ايه ده، ريحته عامله زي ريحه البسله. اهو ربنا. ثانيه. زي ريحه البسله بالظبط. البسله. هم عاملينه بطعم الرمان ولا طعم البسله؟ ثانيه كده. الرمان. هم شايفين البسله ليه؟ يلا كلها بقوليات. يا رب بس يطلع طعمه رمان، عشان انا يعني ما اتخنقش، عشان ريحته بسله، فيا رب بس طعمه يطلع رمان. يلا بسم الله. بص انا شربت منه بقين مش عارف احدد له طعم، يعني ده رمان ده ولا بسله؟ والله طعم بسله وريحه بسله، وبسله نيه مش بسله، يعني بسله بريحه بسله اللي بتجيبها من الخضري. ندوق تاني. مش عارف، استنى. يا. بص يا جدعان، بامانه هو طعمه لو هتشربه بق شفطه شفطه كانك بتشرب بسله. جبت بسله، حله بسله، فكيتها من بعضها كده اهو وحطيتها في ميه، وبعد كده بعد ما الميه دي خلصت قمت دلقها في حته وشربتها. ده طعمه لو تشربه حبه حبه. لو تشربه بقى كتير مره واحده، يعني هتشرب شويه كتير مره واحده، ساعتها هتحس ان انت ايه، يعني ممكن ساعتها تحس بطعم الرمان بس مش طعم الرمان نفسه، طعم الميه اللي بيتنقع فيها الرمان وهو بقشره. يعني الميه اللي هي المفروض بنعملها ايه، بتترمي، تحس ان جابوا رمانه واحده، فضلوا يحطوها في ميه ويطلعوا منها الميه، يحطوا فيها في ميه ويطلعوا منها في ميه، يحطوا في... لما الاحمر اللي في الرمان كله راح على شويه ميه، واخدوا كل الميه دي عملوا بيها البتاع ده. طعمها وحش جدا، يعني طعم الرمان مش باين فيها خالص، ده طعم ميه. ماشي. والمشكله ان مش طعم ميه عاديه، طعم ميه ببسله. انا عن نفسي المنتج ده مش بس احبطني، انا عارف ان شركه جوانا دي شركه كبيره وبتعمل منتجات حلوه، حرام يعني حرام
تعملي فينا كده ليه؟ عملت العنب الاحمر، على الاقل العنب الاحمر كان مقبول عندها يا جدعان. انا عايز اللي جاب ده ويدوقه ويفهمني انا فعلا عندي حاجه غلط في، يعني انا بدوق ده بسله ازاي. استنى يمكن بظلم. بسله اقسم بالله. اللي بيخليني اشربه كتير مش عشان هو حلو، انا بشرب منه عشان مش مصدق طعم. بس لو بالراحه كده وخدناها حته حته تحس في الاخر خالص هنا في الحته دي كده بلزق بلزق من الرمان. يعني تحس ان هم حاطين بس طعمه بسله خالص والله. انا عن نفسي البتاع ده طبعا قلت لكم احبطني احباط بنت لذينه يعني ده بالنسبه لي انا مش هديله اكتر من 3 من 10 والله. واللي عايز يجيبه ويجربه ويدوقه ويقول لي في التعليقات في الفيديو، يمكن حد يقول لي حاجه فيه انا ما اقدرش اتكلم فيها. على العموم احنا كده خلصنا الثلاث منتجات. ماشي، هقول لكم بقى بالنسبه لي منتج ايه الاسبوع في الحلقه دي. طبعا منتج الاسبوع في الحلقه دي واضح جدا، وهو الشوكولاته دي، شوكولاته جراند. النوع ده جامد، خد 10 من 10 معايا زي الفل. يا رب بس النوعين التانيين اللي هنجربهم في السلسله الجايه تطلع حلوه. واستنوا مني هرد على 3 تعليقات، قولي هم بس اللي مضايقني او مش مضايقني، وانا عايز اعرف ايه يعني هعرف عنهم. هنتكلم عن التعليقات بعد شويه، استنوني. زي ما انتوا شفتوا كده اشاعات. في اول تعليق ضايقني، مش ضايقني، مخليني مش فاهم الدنيا فيها ايه. في واحد قناه اسمها اشاعات اندرويد. شوف بعمل لك اعلان للقناه يا عم الحاج اهو يا حبيبي يابا. القناه دي ماشي عمال ينشر في اشاعات، يعني بيخش على القناه بتاعتي يقول لي ايه، انا ابن جارك اللي مش عارف بتاع البت اللي هي ساكنه اللي انتوا اغتصبتوها. اغتصبنا ايه؟ يخرب بيتك. ماشي، وامها ضربتك وابوها مش هيخرب انا يا راجل. يا ريت يا راجل والله، انما انا مفيش يعني بص شايف الشكل العار ده ما ينفعش يا باشا، ما ينفعش. ايه ده؟ انا عارف ان دي عباره عن بيعمل ايه، زي مثلا ايه، دعايه لقناته في شكل معين، فبيخش على القنوات كلها يكتب لهم اي تعليقات وخلاص، فالناس تعمل ايه، فالناس تخش على قناته تشوف مين الراجل ده بيقول ايه، فيعمل اشتراكات او اي حاجات من الهبل اللي هو بيعمله ده. انا نفسي متقبل، يعني لما واحد يطلع عليا اشاعات فانا كده يا لهوي اتشهرت خلاص بقى، في ناس بتطلع عليا اشاعات. انما في ناس تانية هتعمل معاك مشكله بنت لذينه، وممكن اليوتيوب يقفل لك القناه في حاجه هزار. احنا كشعب مصريين اصلا او عرب عموما الهزار ده احنا مش يعني ايه، مش حاجه دارجه عندنا. الهزار اللي هو النوع ده مش دارج عندنا، اللي هو تطلع عليا اشاعه وانا هبقى عارف ان انت بتقول اشاعه واضحك عليك ونضحك مع بعضينا، والناس اللي بتسمع عارفه ان هي اشاعه والدنيا حلوه. مش دارج عندنا في مصر، اسمع مني. نخش بقى على التعليق التاني. التعليق التاني حاجه غريبه قوي. الفيديو اللي هو بتاع اسمه ايه ده، اللي عملنا فيه اللي كنا بنتكلم فيه عن وصول ال1000 مشترك، فانا كنت بقول القصه اللي هي بتاعت المبدعين دي. فلقيت واحد كاتب لي من المشتركين عندي وانا مش فاهم، قال لي مش معنى ان انا ابقى مشترك عندك في القناه يا بابا ماشي ابقى شايفك مبدع. طب اقول لك ايه؟ طب انت عايز ايه؟ طب في ايه؟ طب مين؟ طب ايه؟ طب ليه؟ ما هو انت طب ايه؟ يعني انا ردي انا كان انا شفت التعليق ده ارد عليك اقول لك ايه؟ واحد بيقول لي انا مش عشان اشتركت عندك في القناه فشايفك مبدع. اما انت شايفني ايه؟ ممكن تكون مش شايفني مبدع، شايفني مهرج. إيه مش حتى لو شايفني مهرج فانا عرفت اضحكك فانا كده مبدع. طب انت شايفني مش مبدع اشتركت عندي في القناه ليه؟ هو ايه هي الابداع من وجهة نظر الناس؟ الابداع دي ان انت بس تجيلك الجراءة تفتح الكاميرا دي وتقعد قدامها وتتكلم مع الناس. ده في حد ذاته ابداع. ان انت قدرت انت تبص للكاميرا دي
وتتكلم كده قدام ناس انت مش شايفهم خالص، فده لوحده ابداع. في ناس كتير مش قادره تقعد القعده دي ومش قادره تعمل الكلام ده وبتنتقد الناس بس. وانا مش بنتقدك ان انت مش شايفني مبدع، بس انت اشتركت عندي في القناه، فانا بس سؤالي هنا، امال اشتركت عندي في القناه ليه؟ ده سؤالي، مش اي حاجه، بس انا عايز اعرف ليه. ده انا اتجننت ساعتها، وحتى درجه ما بقتش عارف اكتب لك تعليق ايه التعليق. سيبك من ده عشان ده كمان جاب لي شلل. ماشي. التعليق التالت بقى تعليق جميل، تعليق مش فاكره فمش هتكلم عليه. بص بقى، انا كده خلصت الفيديو. وبما اني خلصت الفيديو ما تنسوش اللايك، الشير ايه وانت في الفيسبوك، اللايك، ولو ما اشتركتوش في القناه اشتركوا في القناه. ماشي. وقولوا لي ارائكم والتعليقات بتاعتكم، انا بقرا كل التعليقات، ما اسيبش تعليق غير لما بقراه. ماشي. وقولوا لي على اي حاجه عايزين نغيرها او اعملها في الفيديوهات، وبقرا كل التعليقات اللي بتقول لي حسن الصوره وحسن الجوده، وبعمل اعمل قد ما اقدر. يلا مع السلامه، الى اللقاء في الفيديو الجاي.